عرض دير احتجاج، وقف على الوزاره، احتجاج قول لها علاش ما عطيتوهاش، علاش ما بقاتش. السلام عليكم خوتي المغاربه، مرحبا بكم معايا فيديو جديد. اليوم بغيت نهضر معاكم على واحد الموضوع اللي صدم المغاربه كاملين وخلى بزاف ديال الناس يعيشوا حاله من الغضب والاسى. الموضوع هو وفاه 8 نساء حوامل بسبب النقص الكبير في الامكانيات الطبيه في بعض المستشفيات. هذا الخبر ماشي عادي، انه كيتعلق بحياه ديال الامهات واللي كانوا جايين يولدوا ويحلموا يشوفوا وليداتهم، ولكن للاسف رجعوا في صناديق ديال الموتى بسبب اهمال وقله التجهيزات. تخيلوا معايا الالم ديال العائلات ديالهم، تخيلوا الام كتمشي باش تعطي الحياه وفي الاخير كتفقد حياتها هي. من بعد هذه الفاجعه الناس خرجوا كيحتجوا قدام المستشفيات وكيطالبوا بحقوقهم. ان الصراحه ما بقاش مقبول نسمعوا بحوادث بحال هذه في بلادنا. المغرب عنده كفاءات وعنده اطباء اكفاء، ولكن المشكل الكبير هو التدبير والخصاص في الامكانيات. من طبيعه الحال وزير الصحه ما بقاش ساكت، مشى وزار بعض المستشفيات وتكلم على ان الوزاره دارت مجهود باش توفر مخزون كافي من الادويه والمعدات اللي تقدر تخدم المستشفيات لعده اشهر، وقال حتى غادي يعاودوا يشوفوا طريقه التدبير باش ما يكونش اي انقطاع في المستقبل. وزاد الوزير واكد انهم غادي يجيبوا سكانيرات جديده باش يخففوا الضغط على المرضى اللي كيضطروا ينتظروا ساعات احيانا، وبعض المرات كيتسناو بالايام، كيشدوا الرونديفو مثلا فيه 3 شهور باش يدوزوا فحص. ولكن هنا كيبقى السؤال الكبير، واش هاد الوعود غادي تطبق فعلا ولا فعلا على ارض الواقع، ولا غير تصريحات إعلامية باش يسكتوا الناس؟ المواطن المغربي ما كيهتمش بالخطابات الكثيرة، كيهتم بالواقع. يبغي يدخل المستشفى يلقى الأطباء موجودين، يلقى المعدات متوفرة، يلقى الدواء ويخرج سالم هو وعائلته. واش معقول في هذا العصر الأم تمشي تولد وتفقد حياتها بسبب نقص بسيط كان ممكن يتفادى؟ اللي كيخلينا نزيدو نخزنو أكتر هو أن بزاف ديال الناس ما عندهمش بديل آخر. يعني منهم الفقير والمحتاج كيضطر يدخل المستشفى العمومي وما عندوش الامكانيات يمشي لشي مستشفى خاص واللي هو اصلا غالي عليه وبزاف. وهنا كيتحط سؤال على الحكومه، واش فعلا الصحه حق لكل مواطن ولا مجرد شعارات؟ الناس اليوم كيطالبوا وزير الصحه بمحاسبه اي مسؤول كان وراء هاد الكارثة، ويطالب بإصلاح شامل وعاجل لقطاع الصحي، ماشي غير ترقيعات أو حلول وقتية، ولكن إصلاح حقيقي يضمن أن أي مغربي يدخل المستشفى يلقى العلاج اللائق به. وفي الأخير خاصنا كاملين نفكروا أن الصحة ماشي رفاهية بل حق من حقوق الإنسان. حياة المواطن أهم من أي خطاب سياسي أو وعود ما كتتنفذش. ايوا شنو رايكم نتوما احبابي؟ واش كتشوفوا ان الوزير فعلا غادي يقدر يصلح الوضع ولا غادي يبقى كل شيء على حاله كيف ما هو؟ خليوا لي ارائكم في التعليقات وخليونا نناقشوا الموضوع بكل صراحه. السلام عليكم.